فاكرين القطن المصري طويل التيلة زمان؟ طيب ما حدش فاكر ان مصر كانت من اوائل الدول المصدرة للقطن؟ طيب ما سمعتش عن ان القطن في مصر زمان كان من اكبر اسباب انتعاش الاقتصاد المصري، وكان من اكبر الاسباب اللي مخليه الجنيه المصري متفوق على الدولار؟ القطن المصري والقمح المصري. وتعالوا نعرف حكاية القطن المصري طويل التيلة الذهب الذي ذهب. بالرغم من انهم اطلقوا عليه الذهب الذي ذهب، القطن المصري طويل التيلة هيرجع تاني يلعلع في الاراضي المصرية عشان مصر ترجع تتربع على عرش الدول المصدرة للقطن كسابق عصرها. طيب هو القطن طويل التيلة راح فين وامتى كانت مصر بتنتجه وبتصدره للعالم كله كمان؟ طبعا لو عايز تعرف الحكاية باختصار تابع معايا للنهاية، وما تنساش تعمل فولو ولايك وشير وتصلي على النبي. حكاية القطن في مصر بدأت زمان جدا ايام محمد علي باشا، لما عالم فرنسي اقنع محمد علي باشا بأهمية محصول القطن كمحصول استراتيجي قوي وهيساهم في انتعاش الاقتصاد. وبالفعل وقتها محمد علي اقتنع بالفكرة وخصص مجموعة من الأراضي لزراعة القطن، وبالفعل ابتدت زراعة القطن تكبر في مصر، وابتدت بالقطن المصري طويل التيلة. وفضلت زراعة القطن تكبر يوم بعد يوم لحد ما قامت الثورة وتغير الحكم من مماليك لجمهورية مصر العربية. وسنة 1953 الرئيس الأمريكي وقتها بعت رسالة من خلال وزير خارجيته للرئيس جمال عبد الناصر بيطلب فيها تقليل إنتاج القطن المصري طويل التيلة. وطبعا السبب إنه كان عندهم مشاكل في تصدير القطن اللي بتنتجه جنوب امريكا وقتها، ومصر كانت من اكبر الدول المصدره للقطن واكبر منافس لامريكا واي دوله بتصدر قطن كمان مش بس امريكا. ولكن الطلب ده تواجه بالرفض القاطع، وازدادت مصر في زراعه القطن اكتر واكتر، عشان تيجي سنه 1969 ومصر بتزرع اكتر من 3 مليون فدان قطن طويل التيله، ودول كانوا بينتجوا وقتها اكتر من 10 مليون امتار قطن مصري طويل التيله ملوش مثيل، اجود انواع القطن في العالم. والقطن والقمح وقتها كانوا من اكبر اسباب انتعاش الاقتصاد المصري. ولحد سنه 1979 كانت مصر لسه بتنفض غبار الحرب من عليها، وبالرغم من كده كانت لسه مصر متربعه على عرش زراعه القطن وبتحتل ترتيب قوي جدا من ضمن الدول المصدره للقطن. وبعد معاهده السلام اللي اتعملت مع اسرائيل، السادات كان متحفز على استمرار نمو عجله الزراعه وتطويرها كمان، وفضلت مصر بالفعل تطور من زراعه القطن وتوسع البقع الزراعيه بالرغم من محاولات امريكيه واسرائيليه كتير جدا لاسقاط زراعه القطن طويل التيله في مصر. والمحاولات دي اتقابلت بالرفض والتحدي ده فضل مستمر لحد ما جه الوزير اللي كان سبب في انتهاء رحله القطن طويل التيله في مصر، الا وهو يوسف والي. وما عرفناش المصايب اللي هو عملها غير قريب جدا. والاسم ده تحديدا دكتور ضياء العوضي جاب سيرته قريب في نفس الموضوع وفي نفس القضيه، وفي قضيه تانية تخص القمح ودي عايزه لها حلقه لوحدها. ولكن خلينا في موضوعنا وتعالوا نعرف يوسف والي عمل ايه عشان يعدم زراعه القطن في مصر. يوسف والي قبل وللمره الاولى انه يعمل شراكه امريكيه اسرائيليه لتطوير منظومه الزراعه في مصر، واللي الهدف منها ما كانش تطوير اطلاقا. في البدايه بدا التعاون بتبادل الخبرات والتكنولوجيا زي مثلا ماكينات زراعه القطن وغيرها كتير من الماكينات، كيفيه زراعه القطن من وقت البذره للحصاد، مرورا بقى بمكافحه الحشرات والري وغيره. ومن الوقت ده تحديدا بدات زراعه القطن تغير اتجاهها تماما من الصعود للهبوط، وده لان التبادل ما بقاش بس في الخبرات والتكنولوجيا. وبالفعل امريكا بدات تنفذ خطتها اللي اتقابلت بالرفض اكتر من مره ولكن بطريقه غير مباشره المره دي، وبدا التبادل في البذور واللعب جينيا فيها يشتغل بدايه من ولايه وزير الزراعه يوسف والي. ومن قريه اسمها ميت عفيفي في مصر في محافظه المنوفيه انتقلت اول بذور قطن مصري طويل التيله لامريكا عشان يبداوا تجاربهم في زراعه القطن المصري عندهم، وبالفعل نجحوا بعد سنوات قليله جدا. ومن هنا بدات بذور القطن طويل التيله تختفي تدريجيا من مصر عشان الفلاحين يتفاجئوا ان المحصول تدريجيا بيقل السنه بعد سنه، بعد ما كان المحصول بيبقى الاول عالميا. ومش بس المحصول اللي كان بيقل، دي اسعار القطن كمان كانت بتقل، واسعار القطن المصري كان المعتاد فيها انها بتبقى الاغلى عالميا. وسنه ورا سنه فضل يقل المحصول ويتغير شكل شجره القطن نفسها من طويل التيله لقصير التيله، واشكال غريبه طبعا. واثر قله المحصول وقله تقدير مزارعين القطن من حيث الاسعار بدات تقل البقع الزراعيه اللي كانت بتتزرع قطن مصري طويل التيله، لان الفلاح اكيد مش هيصرف على الارض من جيبه، هو بيزرع عشان عايز ياكل ويشرب من الزرعه بتاعته. وفضلت النسبه دي تقل تدريجيا لحد سنه 2014 وال3 مليون فدان اصبحوا
اصبحوا 375 الف فدان، ومش كلهم طويل التيله. وبعدها بسنه واحده نزل الرقم ل 247 الف فدان سنه 2015، و2016 نزلوا ل 131 الف فدان، وفضلت النسبه تقل تدريجيا لحد وقتنا الحالي. واللي نقدر نقول ان ما عادش فيه قطن طويل التيله في مصر، عشان مصر اللي فضلت عشرات السنين تتصدر تصدير اجود انواع القطن في العالم تبقى دلوقتي بتستورد قطن اضعاف اللي كانت بتصدره. ودلوقتي بقى وفي عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتكليف رئاسي لوزاره الزراعه، تم ايقاف زراعه القطن قصير التيله والقطن الامريكي نهائيا على مستوى الجمهوريه، والاكتفاء بزراعه القطن المصري طويل التيله كما كان في السابق، ليعود للقطن المصري تفوقه عالميا كما كان. وان شاء الله تتفوق مصر في زراعه القطن والقمح على كل منافسيها بعد ما يتم اصلاح ما افسده الفاسدين على مر السنين في منظومه الزراعه في مصر. وبكده هنبقى كلنا عرفنا اكيد القطن المصري طويل التيله راح فين وهيجي منين. ما تنساش بقى تسيب لنا رايك في الكومنتات، وتعمل فولو لايك وشير، وتصلي على النبي.